دي اغرب حاجات هتشوفها في تسلا سايبر تراك فاونديشن اديشن 2025. اول حاجه الكبوت بيفتح من الشاشه، هتلاقي مساحه تخزين ممكن تعملها سبوتايه انت واصحابك في الساحل، ولو انت شخصيه مشهوره ومؤدب بالاغتيال ابو اصحاب فدي هتحميك، وده لان العربيه كلها مصنوعه من الستانلس ستيل المقوى، نفس الخامه اللي بتستخدموها في صواريخ سبيس اكس اللي بتطلع في الفضاء. وعشان العربيه كبيره وفيها مساحات تخزين كتيره فعندك هنا تابلو كبير تحط دباديب وعيال صغيره قدامك. دي اغرب مساحه واطول مساحه هتشوفها في عربيه في العالم، وده اغرب سترينج هتشوفه في حياتك. قصه الدكسيون نص هنا والنص الناحيه الثانيه، وتسلا واخده براءات اختراع في السترينج دي لان السنسور هنا مش على بالدكسيون، على حساس بيحس بالحركه بتاعتك يمين وشمال، يعني ما تخافش وانت سايق. وعندك العجل اللي ورا بيكسر يمين وشمال لسهوله الدوران، يعني هتلف معاك في حته قد كده اهو. ولو انت عايز تدلع عيالك عندك هنا شاشه فيها يوتيوب ونتفليكس، عربيه عائليه متدلعه. وعندك مساحه كارجو بتفتح بالكهرباء 2831 لتر، وعندك كهرباء 220 فولت ممكن تعمل ماكينه قهوه انت وصاحبك. لا انا شايفها صح. مساء الخير. وعندك ايس بوكس ممكن تستخدمه كمساحه تخزين 180 لتر، وممكن تطلع الساحل تروق عليك انت وعيالك يا اصحاب. والعربيه دي موجوده عند معرض الكترو هاب في محطه جاردينيا طريق السويس، تعالوا عندهم وجربوها. ودي كانت اغرب حاجات صورتها لكم في تسلا سايبر تراك فاونديشن اديشن 2025. اما لو عايز تعرف اكتر عن عربيات الكهرباء اعمل لي فولو. سلام.